الاهلي يقسو على الترجي التونسي في رادس ويضم لقائمه ثلاثيات العم كولر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا محمود محسوب ودي قناتي على اليوتيوب. شرفني بالاشتراك في القناه واضغط لايك للفيديو ونخش في الموضوع على طول. قبل اي حاجه لازم تعرف ان محدش ليه فضل عليك كاهلاوي غير امك وابوك واطهر الطاهر. الاهلي دخل ماتش الترجي التونسي في تونس وعدى مرحله جس النبض اللي بتبقى اول 10 دقائق. اوب تك تريك نزلت موسيقى الاندرتيكر واشتغلت والنور طفى عند الترجي وخد عندك يا زلفي، وبعدها كراسي بتتكسر والفحت اشتغل وثلاث تجوان في الحنين كده وعلى الضيق، غير بقى 3 أو 4 تجوان والله العظيم ما يضيعوا. والماتش ده كان ممكن يخلص بسكور تاريخي وكان ممكن يخلص بفضيحه تاريخيه للترجي. نبيل معلول مدرب الترجي التونسي ما ذاكرش الاهلي خالص، ما ذاكروش خالص، وبالاخص في اخر 5 ماتشات هم اللي موضحين طريقه لعب النادي الاهلي. اما بقى بالنسبه للنادي الاهلي فجزء كبير من تطور اداء الاهلي في الفتره الاخيره دي يرجع للعم كولر. شفنا الاهلي اصبح عنده تنوع في الخروج من الكوره. لو قفلت على الاهلي نص الملعب، ونص الملعب ده بالنسبه له هو الرئه اللي بيتنفس بيها الاهلي وبيعرف يحضر منها كويس وبيعرف يطلع بيها بالكوره. انت بقى كفريق منافس لو قفلت على الاهلي نص الملعب ده هيطلع الكوره مع الباكات، هيخلي الباكات هم اللي يبداوا يطلعوا بالكوره. طب انت لو قطعت على الباكات هيعمل ايه؟ هيخلي الكوره تبدا يعني صناعه اللعب تبدا تشتغل من عند الوينجات. لو قطعت على الباكات والوينجات ونص الملعب بيخلي السيرد باك اللي هو المدافع الصرف بيتقدم يلعب الكره الطوليه او يلعب الكره اللي فيها ثرو ويتقدم كمان مع الكوره. وشفنا الكلام ده حصل في ماتش الرجاء لما محمد عبد المنعم عرف يجيب جون وكان علي معلول وما كانتش كورنر او ما كانش اوت، كانت الكره متحضره كويس ومحمد عبد المنعم كان في قلب ال 18 وبيجيب جون. فاصبح عند الاهلي في ارض الملعب كميه تنوع اسلحه ومفاتيح لعب العم كولر شغال عليها وبيطورها اكتر واكتر واكتر. واكتر حاجه مخلياني مبسوط من العم كولر هي اللياقه البدنيه العاليه اللي اصبحت عند اللعيبه، وهي اللي كانت اهم اسباب تاخر الاهلي او خساره الاهلي وتراجع مستواه في السنوات الاخيره. وهنا العم كولر اشتغل كويس جدا على رفع الحمل البدني للعيبه بقياسات خاصه لكل لعيب. مش هينفع ترفع الحمل البدني لواحد عنده 21 سنه او 25 سنه وتروح ترفع نفس الحمل او نفس التدريبات دي تتعمل عند علي معلول الراجل اللي عنده 33 سنه وهكذا. فالراجل شغال على كل واحد لوحده وعلى حسب برضه نوع الاصابه اللي بتبقى عنده. وحاجه تانية برضه مخلياني شايف ان كولر بيشتغل باداء كويس. في ثنائيات بدات تحصل في ارض الملعب وبدا يستقر عليها، زي انه يحط لك قدام بيرسي تاو وجنبه حسين الشحات، زي انه يحط لك حمدي فتحي وجنبه مروان عطيه، زي انه يحط لك محمد عبد المنعم وجنبه ياسر ابراهيم. الثنائيات دي الراجل بدا يثبتها ويشتغل عليها، ودي اصبحت بتطمنك لانك انت مش اول مره تشوفها. حتى لو الفريق هيلعب في الدفاع او هيعرف يعمل تكتل دفاعي زي ماتش الرجاء بتبقى مطمن مثلا محمد عبد المنعم بيلعب جنب ياسر ابراهيم او ياسر بيلعب جنب محمد عبد المنعم. لكن ما بتبقاش مطمن لما بيلعب محمود متولي جنب محمد عبد المنعم، بتبقى خايف ان محمود متولي ممكن يعمل كرة غلط. دي ثنائيات كولر شغال عليها ما جاتش من الهوا. ركز بقى معايا عشان ده اهم جزء النهارده، وهو قصه العم كولر عمي وعم الناس. ازاي قدر يوصل للمستوى ده بنفس تشكيله الفريق اللي كان بيلعب بيها موسيماني السنه اللي فاتت واللي قبلها وكنا شايفين الفريق مستواه مش كويس. العم كولر حقق مع الاهلي نجاح ساحق في اول موسم ليه بكل هدوء، ولحد دلوقتي وهو على مشارف الوصول لنهائي افريقيا. كل ده وهو مش واخد حقه كويس جدا ولا حتى واخد التقدير اللي يستحقه، واللي فيه مدربين في الدوري المصري اقل منه سواء موجودين او مشوا الناس طلعت بيهم السما ولسه لحد دلوقتي ما نزلوش. العم كولر في اول موسم ليه مع الاهلي كسب لحد دلوقتي 3 بطولات في اقل من 8 شهور، وان شاء الله هيكسب الدوري مع مرور الوقت بس مش اكتر. وخد رابع عالم في كاس العالم للانديه، ودلوقتي بيحط رجله الاثنين في نهائي افريقيا، وبيخلي ماتش العوده بين الاهلي وبين الترجي يعتبر ماتش تحصيل حاصل ملوش لازمه، وده كله علشان السكور الكبير اللي كسبه هناك. ومع ذلك ان هو بعد الماتش في المؤتمر الفني او في المؤتمر الصحفي طلع وحذر اللعيبه على طول من التهاون في ماتش العوده، وضرب لهم كذا مثل حصل في اوروبا بان فريق اتغلب 3 و4-0 ورجع في ماتش العوده وقدر يعمل ريمونتادا، وحذر اللعيبه من كده. والاهم من ده كله ان العم كولر بيتعلم من اخطائه وغلطاته وبيقدر يصحح اي حاجه مش مظبوطه في الفريق، رغم ان اهم طلب ليه لحد دلوقتي طلبه في سوق الانتقالات اللي فات وهو المهاجم الاجنبي لسه ما اتحققش. بعد كاس العالم للانديه وفي مجموعه افريقيا العم كولر ما كانش لسه فاهم الدنيا ماشيه ازاي
في افريقيا، القاره الغريبه عنه دي، واللي كان فاكر ان اللعب في افريقيا زيه زي اللعب في اوروبا. علشان كده خسر من الهلال السوداني في السودان، وخسر من صن داونز في جنوب افريقيا بسكور تاريخي طبعا. وحتى في ماتش صن داونز في القاهره الماتش انتهى بالتعادل الايجابي 2-2. لكن العم كولر لما فهم الدنيا ماشيه ازاي، خلاص ماتشات بره مصر ما بقتش فارقه معاه، ما بقاش عنده مشكله فيها. قدر يروح يلعب مع الرجاء المغربي هناك وهو كان كسبان هنا 2-0، قدر يعمل تكتل دفاعي هناك كويس ويلعب بخطه متوازنه، وقدر يطلع بالسكور اللي هو عايزه او بالنتيجه اللي هو عايزها، وقدر يتعادل مع الرجاء المغربي، وقدر يصعد علشان يكسب الترجي التونسي في قلب تونس، حتى لو في غيابات وحتى لو الترجي ممنوع من الحضور الجمهور والكلام من ده. انك تكسب الترجي التونسي في قلب تونس 3-0، ده سكور تاريخي مش هيتحقق تاني تقريبا. يعني ملخص القصة دي ان العم كولر من الاخر بدأ يفهم القارة دي بتمشي ازاي، وديتها ايه وتمامها ايه، وازاي يعرف يتعامل معاها. اي مدير فني يقدر يصحح خطة الفريق ويقدر يتعامل مع الفرق دي. طب ده كولر جوه الملعب، تعالى بقى عشان تعرف ان كولر ده شغال كويس. كولر بقى بره الملعب علشان يوصل برضو الفريق ده للمرحله دي عمل ايه؟ في اول الموسم العم كولر شاف ان استاد السلام مش افضل ملعب للفريق، لان ارضيته وحشه ومساحاته بالنسبه لاستاد القاهره مش كويسه ومش عاجباه، واللعيبه مش مرتاحه فيه، حتى كمان الاضاءه ما كانتش عاجباه. العم كولر ضغط على اداره النادي الاهلي في المؤتمرات الصحفيه قدام كل وسائل الاعلام والسوشيال ميديا والجمهور، وقالها كده بكل صراحه: انا ما اعرفش احنا بنلعب هنا ليه، ما نلعب في استاد القاهره هيكون هنلعب احسن وهيكون افضل لينا كمان وهنقدر نكسب. الاداره على طول اتحركت وسابت استاد السلام ورجعوا لاستاد القاهره، الملعب اللي يعتبر الافضل للاهلي والجمهوره في كل حاجه، حتى لو ده كان هيحمل الاهلي حمل اضافي او تكلفه اكتر بالنسبه لايجار الملعب. بس كلام العم كولر اتنفذ، ولان الكلام طلع صح. ومش بس كده، ده انت لما ترجع لاول الموسم الاهلي ما كانش بيحضر كامل العدد بتاع الجمهور بتاعه، وده راجع لان كان في تعنت في دخول الجمهور وفي ادوات التشجيع في استاد السلام. يعني استاد السلام متطرف، فما كانش في حد كتير بيقدر يروح يحضر الماتش. برضو العم كولر ضغط على اداره الاهلي في المؤتمرات الصحفيه وقال: انا ما اعرفش جمهور الاهلي قليل ليه، رغم ان الفرق المنافسه لينا العدد الجمهور اللي بيحضر لها يعتبر عدد اكبر مننا والعدد بتاعهم كامل. وكالعاده اتحركت اداره الاهلي وبدات التنسيق مع كل الجهات لحضور الجمهور بكامل العدد بتاعه وبكامل الاعداد المتاحه في الدوري المصري، وبكامل سعه استاد القاهره بالنسبه لافريقيا. وقدروا يوفروا رحلات مجانيه لو الاهلي راح يلعب في اسوان، لو الاهلي راح يلعب في اي مكان بعيد، عشان يسهلوا على الاهلي وعلى جمهوره في الماتشات اللي الفريق بيسافر فيها وجمهوره بيسافر فيها وراه، ويقدروا ينفذوا كلام العم كولر اللي برضه لتاني مره طلع صح. ملخص بقى الكلام ده كله ان العم كولر ده كنز الاهلي لازم يحافظ عليه. ومش بس كده، لا، الاهلي لازم يحقق له كل طلباته بداية من الموسم القادم او بداية من الموسم الجاي، يحققها بالحرف ويدعمه بشكل مطلق علشان الاهلي يقدر يوصل لانجازات اكبر واعلى في كل البطولات. في النهاية مارسيل كولر بدأ يقدر يتعامل مع افريقيا بشكل كويس. ماتش العودة من وجهة نظري انا هيبقى يعتبر ماتش تحصيل حاصل في وجود عدد الجمهور الغفير. الاستاد القاهره تقريبا هيبقى كامل، فمش يعني الترجي مش هيقدر يعمل حاجه قدام الاهلي حتى لو رجعت له كل العناصر اللي كانت غايبه عنه. في النهايه ان شاء الله كولر يقدر يوصل بالاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا، ونتمنى ان شاء الله نشوف ماتش النهارده بين الوداد وصن داونز ونشوف مين اللي هيقدر يصعد. وانا شخصيا بتمنى اشوف صن داونز لتاني مره مع الاهلي في الموسم ده في بطوله دوري ابطال افريقيا، ولكن بشكل مختلف في النهائي، علشان اشوف هل مارسيل كولر الكلام اللي احنا بنقوله عنه ده حقيقي، ولا مارسيل كولر بيشتغلنا، ولا احنا اللي بنشتغل نفسنا، ولا احنا اللي فهمنا الموضوع غلط. وده هيوضح لنا اكتر لو الاهلي طلع قابل صن داونز في النهائي. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده. اتمنى انك تدعمني بالاشتراك في القناه وتعمل اللايك التمام وتشير الفيديو لو عايز، وقول لنا رايك في الكومنتات. هل مارسيل كولر قدر يوصل مع الاهلي لحد دلوقتي بمرحله الكمال ولا لا؟ ولو عجبتك الحلقه اعمل لايك واشترك في القناه تاني وخلي الكوره ليك. سلام.